الطمينه بالذات راح تكون كيما هذيك الطمينه تاع بكري اللي كنا ناكلوها بثلاث مكونات: مارغرين وعسل وسميد حرش. هذا ما كان بدات في السيف بلا تغنجيق بلا تعقيدات. راح نعطيكم مقادير جد مضبوطه باش كامل تجيكم نفس النتيجه، لا لي دم يطلع ولا تجي يابسه ولا ما تجيكش طريه. يعني راح نعطيها لك كيما هذيك الطمينه كنتي تاكليها بكري في صغرك. هذيك هي الطمينه راح تاكليها اليوم باذن الله. شوفوا كيفاش تجي، تقعد لكم مده طويله طريه، ما تنشف معكم، ما تيبس. تقدروا ديروا ميم كونتيتي تخبوهم في الثلاجه وتعاودوا تسخنوها غير شويه في ميكرووند ولا فوق يعني تسخنوا شويه ما تحطوا باماغي من تحت تعاود تطلق روحها. البنات ما خسرتوا والو، روحوا تجربوها، راهو قريب المولود ان شاء الله كامل نحمر لكم وجهكم. بسم الله على بركه الله. اللهم ارحم ابي واغفر له وسع عنه واجعله ان شاء الله من اهل الجنه والفردوس الاعلى، وارحم جميع موتانا امين يا رب العالمين. اول حاجه اللي بالنسبه اللي حتكون حاجه مهمه لهاد الطمينه تاعنا، راح نديروها بسميد يكون شويه خاشن، يعني هذاك نصف خاشن اللي فوق شويه فوق المتوسط، راح قريب الخاشن اللي نديرو به المقروط. نعم هذاك هو الذوق الصح، هذيك يسر البنه كامل تاع الطمينه. ما نحبش انا نديرو بالسميد هذاك الرقيق، نحسها تقول شي فارينه ولا روينه، لازم تحسوا ديك القرمشه تاع الشيشه. وتاني شيء نحطوها في مقله تكون ثقيله ونحطوها على نار قليله كيما وريت لكم، وتحمصوها بخاطركم، ما تزربوش عليها. البنات اللي عنده الخاطر يحمصها، اللي ما عندوش يشريها محمصه. انا نحمصها بالعقل، كي نقول لكم ضرب فيها ساعه ونص 2 سوايع نورمال. حطوا كرسي هكا ما تقلقوا ما والو، روحي معاها بالعقل وروحي ولي روحي ولي. هذيك النوعيه اللي استعملتها البنات، هذه هي باكي تاع مولا، الباكي الازرق يجي يتشبه الخاشن، هو نصف خاشن عفوا بصح يتشبه الخاشن. وحطوا على نار قليله فوق مقله ثقيله. ما تقولوش يتعاود الهضره، انا نعاود الهضره باش تسمعوا ما تزابيوش. يرحم والديكم خياتي، انا نشرح ونعاود ومن بعد تجوا تطرحوا عليا اسئله في التعليق، يعني نلقى التعليقات تاعكم كامل اسئله وانا كلش نقولو ونشرحو، يعني حاجه يعني تتقلق. نروح نولي حتى تحمص. دوك تشوفوا كيفاش يولي اللون تاعها، يولي كي الذهب يا البنات. ولي تحب تفورها تفورها، كل وحده وطريقتها. انا هذه اللي نعتمدها من عند الوالده ديالي. شوفوا كيفاش حمصتها، ونديري تقوشي الرمل يا البنات. بسم الله ما شاء الله كيما راكم تشاهدوا. لازم لها الصبر، ما تتقلقوش. تقدروا كل يوم تتحمصوا شويه، ماشي شرط لازم كونتيتي كبيره دفعه واحده. كل يوم حمصي شويه وخبيها في بلاره هكا ما تفسدلكش. الحاصن هاي ليك معانا لازم كامل تتحمص لكم، كامل حبه تاع سميد يتحمصوا. نخلوها تبرد على جانب ونروحوا نحضروا مقادير مع بعض تاع كيفاش نخدموا هاد السميد. هنا بالنسبه حنكي لكم مقادير جد مضبوطه بالكاس، اي كاس عبروا به، مهم برك يكونوا نفس المكيال. عندي هنا نص كيس تاع مارغرين، من احسن ديروا ماتينا فيها جو بزاف بنين، مانيش ندير لها اشهار. مي بصح انا درت ماني، درت لابيل، درت كاع. مي بصح تاع ماتينا تجي فيها واحد الجو تقول شي زبده. درت هنا نص كيس عسل، يعني العسل ناقص شويه على المارغرين، ناقص شويه حوالي من باصبع. وبالنسبه للمارغرين بالمغرفه هاي كيفاش تجيكم، يجوكم زوج مغارف ماشي بومبي معمرين، يعني مملوئين سامبل. نحطهم فوق النار. هنا بالنسبه للعسل والمارغرين لازم تخلطهم مليح بالفوي ولا بالمغرفه ولا بالفرشيطه حتى يندمجوا مليح، تحسوهم كانهم مكون واحد هكذا بهذا الشكل. درت لكم قسط طبسي صغير هكا باش كامل ما تجيبوا لي السبه. ما كاينش وحده تجيب لي سبه تقول لي ما نقدرش نروح نجربها. زوج مغارف مارغرين وحوالي 4 مغارف تاع عسل. حركوهم مليح البنات على نار تكون متوسطه ماشي قويه. نحب برك تشوفوا غير ترفد الغليه الاولى تنحوها البنات، يعني غير دير هذوك الفقاعات تنحوها. راكو تشوفوا كيفاش راني نحرك، ما نحبش هكا باش ندمجهم مليح. ومن بعد نحيها ونحاول نبردها شويه، يعني ما نخليهاش هكاك سخونه، نحبط لها شويه لا طومبيراتور باش هكا هذاك السميد راهو بارد وهذه راهي بارده يندمجوا في بعضهم. لو كان تكون هذيك يعني هاد الزبده والعسل سخونين راح يتشربوا بالخف هذاك الشيشه، فهمتوا؟ لازم تكون شويه بارده. والمكون نظفتو يا البنات، ما حش تبدلكم كامل الذوق، اللي هي ملعقه صغيره تاع الكاكاو خير من القرفه. جربوها بزاف، عطات بنه هايله للطمينه صدقوني. غير حاروا فيها اللي كلاوها عندي قالك كاين فيها جو بيزار، مي بصح بزاف عجبتهم هذاك الذوق تاع الكاكاو. ملعقه صغيره فريمون صغيره. جربوها وقولوا لي.
نحط هنا بالنسبه لهاد المكيال خدالي تاع كاس تاع 220 مليلتر تاع تشيشه هذيك اللي حمصتها، ونقعد نحرك 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 نحرك، ما تفشلوش وما تعياوش، قعدي حركي فيها حوالي 2 دقائق 3 5، خليها شويه عاودي ولي ليها زيدي حركيها. لازم تشرب كامل هذيك الزبده والعسل، لازم تشربها، وما لازمش تكون سخونه. قلت لكم هذيك العسل والزبده، باسكو لو كان تكون سخونه راح تطلق كامل هذاك ليدم. تشربها هذيك تشيشه صح تشربها، من بصح من بعد تعاود تطلع لك، لازم تكون بارده، فهمتوا هكا، باش هذيك المارغرين تشد في هذيك التشيشه ما تعاودش تطلع. ونفرغها في طبسي، قلت لكم درت طبسي صغير البنات، قيس طبيسي، ونحاولوا نمشوها. بالنسبه هنايا ما تقولوش راهي جاريه، ماهيش جاريه، اللي يحبها يابسه اكثر من هكا يزيد ربع ولا نص، مي بصح دوك تخلوها 5 دقائق 10 دقائق تعاود تشد روحها. شي مفروغ منه نعرفوا الشيشه. وزينوها كيما حبيتو، انا زينتها بتزيين هذا عجبني بزاف. نقولوا حاجه سامبل غير بالقرفه وشويه تاع الكاوكاو ايفيلي، درتهم على شكل وريقات هكذا. هادوك درتهم بالطابع شغل تاع الورقه، والاخرين درتهم بالسكين بالقرفه. عفوا ماشي قرفه، هذه كاكاو، درتها بالكاكاو ماشي بالقرفه. شوفوا كيش تجي البنات، شوفوا كيفاش كانت مقبل، شوفوا دوكا كيفاش شدت روحها. قلت لكم قد ما تبرد قد ما حتشد روحها. تقدروا تحتفظوا بها في الثلاجه، وتعاودوا تسخنوها هكا في ميكرووند ولا في يعني هكا فوق الباماغي ولا، وتعاود تولي طريه كيما كانت. جربوها البنات وقولوا لي واش رايكم فيها. يلا تعطوني في وصفه اخرى في موعد اخر، مع السلامه ان شاء الله.